بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم حبيبة قلبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما بخير يا ربي. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بسبوسه بحجم عائلي. تجيب 3 حبات نتاع البيض، تجي معسله ومشربه، مكونات بسيطه، تجيب السميد المتوسط. يلا نشوفوا طريقه التحضير مباشره مع بعض. الكأس المعتمد عليه في الوصفة هو 220 مليلتر. اولا نبدو بالشربات. نجيب هنا واحد الكاسرول، ندير فيها 2 كيسان تاع سكر عادي مع 3 كيسان تاع الماء. نخلط بالفوي جيدا حتى يذوب داك السكر في وسط الماء. من بعد نضيف لها هنايا شريحة ليمون، نديرها على النار. كي تبدا تتبخ نحسبوا 15 دقيقة، نطفوا عليها ونضيفوا لها قطرات من ماء الزهر ونخلطوا ونخلوها على جنب. من جهة تانية نجيب واحد الزلافة، ندير فيها 3 حبات نتاع البيض مع رشة نتاع الملح مع نص كاس نتاع سكر عادي. نضرب الباتر جيدا حتى يذوب داك السكر في وسط البيض. من بعد هنايا غادي نضيف هنايا نص كاس نتاع الزيت، نضرب الباتر. من بعد نضيف هنايا نص كاس نتاع اللبن، الا ما عندكمش اللبن ديروا ياغورت ناتور، ديروا قوطي واحد. نضرب الباتر كذلك، ثم نضيف هنايا مبشور ليمون نضربو. واذا ما عندكمش الباتر تقدروا ديروا كاع المواد السائله تضربوها بالميكسور وتزيدوا السميد. هنا بالنسبه للسميد ضفت 2 كيسان تاع سميد متوسط مع كيس خميره كيميائيه. نخلط المكونات بهذه الطريقه. نسكب السائل على صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالفرينة. الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة، ومدة طهي البسبوسة ما بين 20 إلى 25 دقيقة. أنا غادي ندخلها الكوشة طيب، ومن بعد نولي لكم فيما بعد إن شاء الله. مباشرة كي طيب البسبوسة نسقوها بالشربات، لازم تكون باردة أكيد. بهذه الطريقة نخليها على الأقل واحد 2 سوايع، نخليها تتشرب مليح مليح. عاد من بعد نشوفوها في صحن التقديم. بعد مرور واحد ساعتين خليتها شربت داك السيرو وبردت تماما. جبت هنا الكاوكاو، بغيت نديره فوقها ما بغاش يلصق لي، دونك شادرت دهنتها السطح تاعها، دهنتها بالكونفيتور. اي مربى يكون عندكم، انا هنا كان عندي مربى التفاح، دهنتها السطح تاعها وزينت بالكاوكاو ولا نوات كوكو اللي عندكم اختياري. وها هي البسبوسه اخواتي كما راكم تشوفوا، معسله وخفيفه وبنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسوش ديروا لنا لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.